السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا يا حبايبي كده انا هعمل لكم يعني اللي هي الشعريه باللبن، حلوه جدا ومش هتاخد معاكي وقت وحاجه مسكره، يعني حاجه حلوه لو مثلا محتاره تعملي حاجه حلوه. ايه بصوا كده انا حطيت حبه زيت في الحله، حبه زيت مش كتار، ونزلت بالشعريه. بصوا الشعريه لازم توصل للون الغامق، ما تبقاش فاتحه، عشان لو فاتحه مش بتبقى حلوه خالص. بس كده انا هغمق سنه كمان بسيطه، وهحط لها حبه ميه وحبه سكر. بس كده وصفه سهله وبسيطه وطعمها بيبقى حلو قوي. بس كده هبدا دلوقتي هوريكم هعمل ايه. اهو يا حبايبي كده حطيت سكر عليها كده، هبدا ان انا اشوحه كده معاها. تمام كده. بصوا بقى في ناس بتحط اللبن على طول. لا، ما تحطيش اللبن على طول عشان الشعريه تتشرب اللبن، فانت حطيها سقيها بالميه الاول لغايه لما تستوي، وبعد كده حطي اللبن عليه. الطريقه دي حلوه قوي لو انت جربتيها يعني. بس كده انا هدوب السكر وهنزل دلوقتي بالميه. نقلت الحله لحسن عندي العيون بايظه، انا مش فاهمه في ايه. بس فهو كده، وهنزل عليها بالميه. بسم الله الرحمن الرحيم كده. بص انا عايزاها طريه مش عايزاها ناشفه، فانا سقيتها ميه. تمام كده. هغطي عليها، واول ما هتغلي هروح هنزل عليها اللهم صل على النبي. اول ما هتغلي هغطي عليها زي تسويه الرز كده، سهله وسريعه وحاجه. يعني لو حاسه ان انت عايزه حاجه مسكره كده، دي حاجه حلوه بصراحه. كده بسم الله ما شاء الله. بصوا عامله ازاي اهي، بصوا مفرفطه وحلوه اهي، ما فيهاش اي حاجه. لو انت حابه تاكليها كده من غير لبن ما فيش مشكله، لو حابه تضيفي لها لبن في المرحله دي كده هتبقى تمام وهتبقى حلوه قوي. بس كده ما تنسوش بقى تعملوا لايك للوصفه، واللي لسه شايف القناه في زر كده تحت الفيديو اشتركوا فيه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الاشعارات الفيديوهات اللي انا بقدمها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.